اهلا بيكم. النهارده معانا طريقه الحجازيه الاسكندراني. معانا دلوقتي المقادير: 2 دقيق، كوبايه دقيق ابيض عادي، عليهم كوبايتين سميد بنفس الكوبايه، عليهم باكو خميره فوريه، عليهم كوبايه زيت، عليهم كوبايه سكر ابيض عادي. كل ده بيتقلب مع بعضه وبتبصوه زي الكحك. قبل واحنا شغالين كده احب اعرفكم بنفسي، انا ام محمد. اتمنى تشتركوا في القناه وتشجعوني وتكبروا بخاطري وتعملوا له اللايك. دلوقتي احنا بنبصوا الخليط عادي زي ما نكون بنبصوا الكحك، بنشربوه الزيت. بصي بنكفه في ايديكي كده وتشتغل لحد ما تمسكيه يبقى زي العجينه معاكي. دلوقتي بتنزلي بكوبايه ميه بالتدريج مرحله العجن، واحده واحده كده بتعجني لحد ما تتلم معاكي. خدي بالك عشان الخليط بيشرب ميه، يعني ما تقوليش هو مش هياخد ميه، لا هياخد، بس سنه سنه كده تنزلي سنه سنه كده لحد ما العجينه ما تتلم معاكي وتبقى عجينه عاديه، يعني تقدري تشكليها كده. اهي كده بعد ما اتعجنت معانا هنسيبوها تخمر. دلوقتي هنعمله الخلطه اللي في النص اللي هي الحشو يعني. معانا معلقتين قرفه كبار، معانا كوبايه سميد، معانا نص كوبايه سكر. بتقلبي الخليط ده مع بعضه كده لحد ما يندمج مع بعضه، وتنزلي عليهم بالميه واحده واحده كده لحد ما يبقى معاكي قوام رملي مبلول زي الرمله المبلوله. بتنزلي معلقه معلقه كده، بصي بتبسيها بين ايديك كده لحد ما تبقى معاكي زي الرمله المبلوله، يعني ما تدلقيش الميه ورا بعضيها كده، لا هتبقى غلط. بصي بتاخدي سنه سنه ميه كده، بتبداي تمسكي تروحي بايديكي، بصي بتبقى معاكي زي الرمله المبلوله. دلوقتي قسمنا العجينه نصين بعد ما خمرت، نص نعملوه في الصينيه كده، نبططوه في الصينيه نفردوه زي ما انت شايفه كده. بتنزلي بتسويها بايديكي في الصينيه المقاس اللي يريحك. انا عملتها في الصينيه دي، ممكن تعمليها في صينيه كبيره. تنزلي بالحشوه اهي في النص كده بعد ما فردتي نص العجينه، ممكن تكبري الصينيه عن كده كمان هتبقى ارفع. هنا بقى بتبططي الحشوه بايديكي لحد ما تندمج مع بعض. جبت نص العجينه التانية على كيس نضيف كده وفردتها عشان اقدر ارفعها واقلبها على اختها في الصينيه. اهي قلبناها اهي، تبداي تعدليها بين ايديكي كده، بتتعدل معاكي بسهوله خالص. بصي مفيش اسهل من كده. لو وصلت لحد هنا متنسيش اختك باللايك. تمام. تقدري تبططيها كده بايديكي، بتسويها عادي يعني يا جماعه، احنا مش في مطاعم، احنا اللي هناكلوها، بس بتسويها كده عشان يطلع شكلها حلو. تبداي بقى بصي احنا كده خلصنا. بتجيبي شوكه بتمشيها كده، بتعملي التعاريك كده، ممكن ما تعمليش الخطوه تستغني عنها، بس بعد ما تستوي بتبقى الخطوط دي شكلها حلو في السوا. بتجيبي بقى سكينه وبتقطعيها بصي بالطول كده وبالعرض. بصي هتطلع معاكي سهله خالص، مش هتاخد معاكي وقت، وسهله وبسيطه وكانك بقالك سنين بتعمليها، حتى لو بقالك دي اول مره. بصي بتاخدي بصي بالطول اهي، وبمشي بقى كمان بالعرض، تطلع معاكي مثلثات بتتخبز على درجه حراره 180 زي الكيكه لحد ما تاخد لون من تحت الاطراف تحمر كده. بتولعي عليها الشوايه بتاخد لون حلو كده من فوق ذهبي اهو. بصي دي بعد ما تطلع خطيره والطعم روعه. في ناس بتسقيها وناس لا. اتمنى لو الوصفه عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، وان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. ومع الف سلامه وبالف هنا وشفا.